السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي ان شاء الله هعمل اساس الشوربة الكوري او الاساس اللي بنحط فيه اي مكونات طعام كوري عشان نعمل حساء كوري او اي يعني وجبة كورية بنحتاج لها اساس. هنعرف بتعمل ازاي عشان بعد كده هي تبقى دايما عندنا متوفرة ان احنا نعملها. طيب دي هعملها دلوقتي للي متوفرة المكونات عنده. اول حاجة عندي اللي هي الخضروات، عندي ده فلفل اسود سليم وبصل اخضر وبصل عادي وتوم. لحد هنا كده ماشي. نيجي للجزء الثاني والمهم بقى. اول حاجه هم هناك بيبقى موجود حاجه اسمها سمك الانشوجه، بيجففوها وبيحطوها اساس للشوربه، لكن انا للامانه ده سمك السردين بجيبه وبنشوه في البيت. في حاجه تاني اللي هي الطحالب البحريه، ده بيبقى الكيس بتاعها، ده بيبقى عباره عن طحلب بيجي من البحر، بيجي كده قطع كبيره، وانا بجيب مقص اقص على قد ما انا هحتاج كده، قطعة مثلا 2 3 على قد ما انا هحتاجه بستعمله. ده اسمه داشيما يعني او طحلب بحري، فاحنا حوالي 10 قطع سمك وطحلب بحري. طب اللي ما عندوش دول مفيش مشكله خالص، بشيلهم وبجيب مكانهم قشر جمبري. اي جمبري عندي بقشره وباخد القشر بتاعه وبحط نفس الكميه كده بديل لدول عشان يديني نفس النكهه اللي هي البحريه بتاعته. نبدا اول حاجه ان احنا بنجيب اللي هي السمكات دول لو متوفرين. احنا على فكره يعني اللي عنده بقاله كوريه هيلاقي ده متوفر جدا وسعره مش غالي. دول 10 او 11 سمكه. بقلبهم الاول كده في طاسه سخنه لمده دقيقه، يعني زي تعقيم ليها كده بس. بعدين دول 7 كوبايات ميه، بسم الله. بعد ما نحط 7 كوبايات ميه بنحط بقى الكلبت او الطحالب البحريه، ونحط بقى المكونات اللي عندي: الثوم 5 فصوص ثوم، 6 ثوم، الفلفل الاسود، البصله دي بصله صغيره، ممكن ان احنا يعني لو هي كبيره نحط نص بصله بس كده، ونسيب بقى كل المكونات دي تغلي مع بعضيها لمده حوالي شايفين كده بعد 10 دقايق بتغلي. عايزه اقول لكم ان الشوربه دي قد ايه مفيده ومغذيه جدا. الطحالب دي بتطلع مواد مفيده جدا. عندي البصل والثوم والسمك، كل ده بيطلع يعني نقدر نقول شوربه فوسفور. هنطلعها بقى بسم الله. مهم قوي في الثقافه الكوريه ان الشوربه تكون رايقه وصافيه. صفيها كده كده كده. بقى عندي اساس الشوربه الكوري، وزي ما قلت ان احنا ممكن نبدل الحاجات البحريه اللي احنا حاطينها، بمجرد ان احنا نحط قشر للجمبري هيديني نفس النتيجه باذن الله ونفس المذاق والطعم.